طيب، بسم الله والحمد لله، صباح الخير وصباح السرور. أصبحنا وأصبح الملك لله. أحبائي المتابعين والمشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور في الصباح الجميل ده. اليوم أنا عايز أتحدث عن موضوع، والموضوع بيخصنا وبيهمنا كلنا كالفئات الزنجية، أو خلينا أقول بلاك بيبول، نسبة للمعاناة والحياة اللي نحن عايشينه، سواء كان في وطننا السودان ولا خارج السودان وات ايفر. حقيقة حاجة مؤلم جدا، وكده انت تكون طالع صباح بدري وتلقى انه نحن متحركين كبار وصغار. فالكبار ما مشكلة، ده واجباتنا نحن نجري عشان احنا نعمل ونأسس، واللي عنده اولاد برضه يوفر لاولاده. لكن الحاجة الموجع انه تلقى العيال الصغار اللي هم مفروض يكونوا في دراسة، او مفروض يكونوا في اماكن احسن من كده، تلقاهم هم برضه جارين وبيبحثوا عن العمل. وحقيقة حاجة قاسية جدا، سواء كان بنات ولا اولاد. وايضا عندنا حبوباتنا بنلقاهم بيلفوا، في ناس بيلقطوا كريستالات وحاجات كثيرة يمكن بتحصل في الطرق واحنا بنشوفه بعيوننا، شحدة وحاجات كثير. حقيقة ده من المواضيع المؤلمة اللي انا شفته بعيوني. في تشرد وفي حاجات كثير يمكن ناس ما عارفين، او في ناس عارفين وبس نحن نايمين على الحته دي. لكن دي موضوع حساس وقضيه صعب جدا. حقيقه حاجه مؤلم وموجع. احنا يعني عندنا عيال هم شطار، ممكن احنا نعلمهم ويستفيدوا كثير ونتعب من اجلهم عشان هم يلقوا الراحه المفروض يلقوا. فبس هم جارين معانا يشتغلوا معانا وتعبوا وحاجات كثيره. اخواتنا كذلك، يعني مفروض انه الناس تكون يعني قاعدة في أجواء كويسة. لكن ده نسبة نتاجا للحاجات اللي حصلت في السابق، الظروف اللي خلت الناس تحجر وتقهر وتكون في ظروف صعبة. لكن أنا موضوع ده اتكلمت فيه، وأن إحنا لازم أحبائي أن إحنا نشوف حلول للمواضيع زي دي. فحقيقة أنت لو ما حليت المشكلة دي بنفسك، ما في زول بيجيب بيحل لك المشكلة بتاعك. فده كارثة كبير، وفي نفس اللحظة حاجة محزن جدا. فنحن عامة سواء كان المجتمعات المدنية أو الجهات النظامية whatever، فنحن محتاجين يعني الإدارات الأهلية وكل الجهات اللي بتخص المجتمعات الزنجية في العالم أجمع. نحن لازم نشوف حلول، لازم نغيم نفوسنا، ولازم نضع حدود لده، ولازم احنا أولادنا وإن كان هم يشتغلوا لازم احنا نكون عندنا متاجر، أماكن كويسة يشتغلوا شغل شريف عشان هو يقوم يبني شخصيته، ما يشتغل شغل صعب وتحت الناس ويخش في ضغوطات نفسية ومشاكل نفسية، وكده يكبر بكون ما عنده شخصية وبيعاني في حياته. فدي موضوع صعب، موضوع يعني حرج. وفي نفس اللحظة يمكن أن احنا استسلمنا للحياة واستسلمنا للحياة ده، وأولادنا في نفس اللحظة احتياجاتهم كتير، وبناتنا احتياجاتهم كتير. هم جارين عشان هم يأسسوا نفوسهم. وجانا صغير ما ناضج طلع اشتغل، وجرى انت تضمن كيف انه هو هيكون واحد من الناس الناجحين او ناضج؟ فقط انه يشتغل يلبي رغباته واحتياجاته. لكن في حاجات كتير هو بيفقده، ده نسبة للجري والحاجات الحاصلة. أنا رسالتي برسل رسالة في الصباح الجميل ده، إنه نحن نغلي بالنا من أولادنا، ونغلي بالنا من حياتنا، ونرتب حياتنا. والحاجة ده ما بيبدأ إلا بيبدأ بالفرد وبالأسرة في البيت وبمجتمعات الصغيرة، إنه بتوسع بيبقى مجتمعات كبيرة. ودي الحاجات اللي نحن لازم نشوفها، لأن إحنا لو ما عملنا طول ما نحن عايشين في العالم هنعاني بنفس الصورة وهنتعب. وأكيد ده ما الحياة اللي نحن عايزينها والصورة اللي نحن عايزينها. ليه نحن ما نسكن في أماكن كويسة؟ ليه ما نملك أماكن كويسة؟ ليه ما نملك عربات؟ ليه ما نملك شركات؟ ليه ما نملك متاجر، أماكن حلوة؟ ليه إنه نحن حياتنا كله نقضيه أشغال، وفي الأشغال أشغال الهامشية؟ ليه؟ احنا نسأل نفوسنا الحياة ده، ان احنا نسأل نفوسنا احنا جينا ليه وقدامنا شنو، والحاجات اللي حصل لنا احنا نعالجه كيف عشان احنا نقدر نلحق الناس. دي حاجات احنا لازم نشوفها ونعالج القضية ده. وانا برسل لكم تحياتي مع كامل الاحترام، بقول لكم الشغل ما عيب، لكن احنا لازم اي عمل نضع له حد، او اي شغل ما بينفع معنا احنا نضع له حد ونرتب لحياتنا ونتوحد، وما نحرم أولادنا من الراحة، وما نحرمهم من الحاجات المفروض هم يكون عندهم.
في نفس اللحظة ما نحسد بعض وما نغير بعض، وحاجات اللي بتدمرنا ان احنا نغليه جانبا الحاجات السلبيه، وان احنا نركز في الحاجات الايجابيه. تحياتي لكم، وبقول لكم يومكم سعيد وربنا يوفقكم في حياتكم، بتمنى لكم نجاح اينما كنتم. وانا عايز الناس تركز في الموضوع ده بالصوره البسيطه ده، لكن انت حاول فكر وعمق النقاط ده في دماغك وشوف انه انا اتكلمت كده ليه، لان انا شفت حاجات كتير، يمكن حاجات جارحة وحاجات محزن جدا اللي خلتني انه انا اتكلم واوصل الرسالة ده. تحياتي لكم جميعا، ربنا يحفظكم اينما كنتم، وحقيقة يحقق الاماني والامال، لكن الحاجات ده كلها بتجي بالجهد وبالتفكير الايجابي الناجح. سلاما لكم احبائي الكرام، الى ان نلتقي في موضوع اخر.